قرية صغيرة على أطراف الجبل، كان في راجل اسمه سالم، معروف بهدوءه الغريب وكلامه القليل. الناس كانت بتقول إنه دايماً بيفكر في حاجة محدش يعرفها، وإنه كل يوم قبل ما تغيب الشمس بيقف قدام مراية قديمة وبيبص فيها كأنه مستني حد يرد عليه. في يوم من الأيام سمعوا أهل القرية صوت صريخ جاي من بيته، جريوا كلهم يشوفوا فيه ايه، ولما دخلوا لقوا سالم واقف قدام المراية، ايده متجمدة على صورته القديمة وعينيه فيها دموع ساكتة. الكل حاول يكلمه، يهزه، يفهم منه ايه اللي حصل، بس ولا كلمة طلعت من بقه. من اليوم ده سالم ما تكلمش تاني أبدا. كان كل اللي بيعمله إنه يقعد قدام المراية بالساعات، وأحيانا يبتسم وأحيانا عينه تدمع، زي اللي عايش في لحظة مش قادر يخرج منها. بعد كام أسبوع واحد من أهل القرية قرر يبيع بيت سالم بعد ما اختفى، وأول ما دخلوا الغرفة المراية كانت هناك، لكن الغريب إن وش سالم كان باين فيها مع ست واقفة جنبيه مبتسمة، رغم إن محدش شاف الست دي في حياته. الناس قالت إنها مراته اللي اختفت من سنين، بس السؤال اللي محدش قدر يجاوب عليه هو سالم فعلا اختفى ولا رجع يعيش جوه المراية معاها؟ اللي حصل بعد كده محدش قدر يفسره، لكن المراية لسه موجودة، وفي كل مرة حد يقرب منها يحلف إنه سمع صوت راجل بيهمس باسمه. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد، وقول لنا تحب تعرف ايه في الحلقات الجاية. سلام.